بص، امام عاشور هو ليه الزملكاويه متضايقين قوي قوي ان احنا خدنا منهم امام عاشور. في شويه منهم متضايقين ان احنا كاننا خدناه منهم وكده وكدناهم والجو التعبان ده. لا، الناس اللي بتفهم منهم عارفين قيمه امام عاشور، عارفين يعني ايه امام عاشور. وانا اقول لك النهارده قيمه امام عاشور. في ناس من الاهلاويه كتير شايفين امام عاشور لعيب عادي زي اي حد، ودي يعني جبناه وليه كده والجو ده. وهنتكلم برضه في المبادئ بتاعه الاهلي والموضوع ده. بصوا يا جماعه، اول حاجه خالص بالنسبه لامام عاشور، امام عاشور ده لعيب جامد جدا. جامد جدا ليه؟ علشان المستوى اللعيبه دلوقتي فيه قليل. هو بالنسبه للعيبه الموجودين دلوقتي هو لعيب جامد، عشان ده في حاجه من الناس القديمه شويه. الناس بتوع وسط الملعب اللي فيهم حته مهاره شويه وبيعرفوا يخلصوا شويه. امام عاشور هجام. هجام يعني إيه؟ عيل ما بيخافش. عنده جرأة، عنده جرأة ان هو ياخد الكرة ويروح على الجون. عنده جرأة ان هو يشوط، عنده جرأة ان هو يحاول يعمل حل. لما تبقى الدنيا مأزمة شوية ممكن يرقص واحد او يشوط او كده ويخلص الدنيا. اللعيبة معظم اللعيبة الموجودين دلوقتي في خط الوسط ما عندهمش حلول. يعني واحد خط وسط والكلام ده كل اللي يعرفه ان هو عمال يباصي. يباصي ويعطل اللعب، يباصي ويعطل اللعب، ده كلام فاضي. الموضوع بتاع خط الوسط ده موضوع مهم قوي. انت لما يكون عندك لعيب رقم 8 او رقم 10، فرقم 10 بينقرض يعني عموما، بس خلينا في رقم 8 بوكس تو بوكس. ده معناه ايه؟ ده بيلعب اللعيبه، لازم يلعب اللعيبه. بيلعب اللعيبه مش بساط بس، ده فرضا في مشاكل في الوسط انت مش عارف تطلع بالكوره. ما دام مش عارف تطلع بالكوره هو ده اللعيب اللي يطلعك بالكوره. يعني يبدا يرقص، يبدا يتخلص من اللي ماسكه. لو اتخلص من اللي ماسكه يحصل خلخله خلاص في خط الوسط بتاعهم، الموضوع انتهى. اول ما يرقص لعيب واحد في خط الوسط والكلام ده المساحات هتفضل. هيعرف يباصي كويس. دي وظيفه خط الوسط اللي زي امام عاشور. بيعرف يخلص نفسه من اللي ماسكه، بيعرف يرقص عادي. بيعرف ينزل يطلب يستلم الكوره عشان يبدا يلعب الناس. دي حاجه مش موجوده دلوقتي. انت عندك مشاكل كبيره اصلا في مصر كلها، في الاهلي وفي الزمالك وفي بقيه الانديه في المركز ده. المركز اللي الناس اللي بتنزل تطلب الكوره زمان كان في كذا حد موجود. عندك انت حسني عبد ربه كان بيعمل معضله. وعندك انت ناس كتير، حسام غالي وكمان ابو تريكه كان يقدر يعمل الكلام ده. ابو تريكه ده فريد من نوعه اصلا. يقدر يلعب رقم 10 بيقدر، ويقدر يلعب 8. بص، ابو تريكه ده كان بينزل نص الملعب تحس ان هو بيعمل كل حاجه. فده خليه استثناء في جنب. بس يا جماعه فعلا امام عاشور مهم. انت لما تفقد امام عاشور في ماتش سيمبا انت هتحس ان في حاجه مش مظبوطه. بجد تحس ان في حاجه مش مظبوطه. وعشان كده الزمالكاويه اللي بيفهموا عارفين قيمه امام عاشور وعارفين ان الصفقه دي فعلا هتعلي الاهلي. فكره بقى مبادئ الاهلي والموضوع ده وكده يا جماعه، الموضوع بسيط. احنا دلوقتي في زمن احتراف. لا تقول لي مبادئ مش عارف ايه ولا الكلام ده. في حاجه اسمها ثواب وعقاب. اللعيب ده دخل النادي عندك خلاص، لابس شيرت النادي الاهلي. مش مهم بقى زملكاوي اهلاوي، مش فارقه كتير. هو لابس شيرت النادي الاهلي بياخد مبلغ مالي معين مقابل ان هو يبقى لعيب كويس ويفيد الفريق. لعيب كويس وبيفيد الفريق يستحق الفلوس اللي بياخدها، ما خلصانه على كده. احنا في احتراف. ما تقوليش بقى ازاي مش عارف عمل ايه وجبناه ومش عارف. لا، بيفيدك اه خلاص خلصت. الكلام ده كلام صغير بقى بره الملعب مش عارف ايه والكلام ده، واعتذر مره واثنين ومش عارف ايه وكده. علشان الحاجات دي لعيبه طول ما هي يعني بره الملعب بيطلع منها ساعات حركات كده وبتاع، احنا مش هينفع نعلق عليها. احنا اهم حاجه عندي النادي الاهلي. النادي الاهلي يجيب بطولات يكسب، ماشي، يفضل دايما نمبر 1. لو امام عاشور بيخدمنا خلاص، احنا بنجيبه نتعاقد معاه وكده وبيخدمنا. لو شفنا لعيب تاني احسن هيجي برضه ويخدمنا ويبقى كويس وتمام ويستمر معانا. ما بقاش كويس هنبدله هنجيب واحد تاني زي ما بيحصل دايما. احنا في احترافيه. الموضوع مش حب وكره، موضوع احتراف. عايز تبقى نمبر 1 لازم تكون محترف، بس تتعامل بثقافه الاحتراف. ده بالنسبه لامام عاشور. استنى، انا كنت عايز اتكلم برضه على موضوع كريستيانو وميسي والوش اللي حصل طول 90 سنه بينهم هما الاثنين. كريستيانو احسن من ميسي، ميسي احسن من كريستيانو، كريستيانو مش عارف مين. يا جماعه، يا جماعه الموضوع مش بس كده. الاثنين دول قعدوا كذا سنه خاربين الدنيا. مفيش الا هم اصلا. حتى لما طلع ناس تانية وكده وبتاع هم متواجدين ما كانوش باينين زي نيمار ومبابي ومش عارف مش باينين. ولا واحد فيهم عارف ياخد يعني بالون دور واحده وهم موجودين. ده يا دوبك ممكن السنه دي يعني يبداوا الناس تشم نفسها شويه. غير كده لا، الموضوع بقى صعب. بصوا، المهارات، ميسي امهر من كريستيانو من في ايه؟
في المراوغة. اه، في مهارة المراوغة. طيب مهارة الكرات الرأسية، أصل دي مهارة اسمها الكرات الرأسية. مين أحسن؟ كريستيانو. ده بالتسديد، مهارة التسديد مين أحسن؟ كريستيانو. ماشي، السرعة الاتنين سرعة، الفينشنج الاتنين ما شاء الله يعني مية مية. فكل واحد أحسن من التاني في حاجة أو متساويين في حاجة، فالاتنين زي بعض. لو أنت هتعمل تشكيل تاريخي بتحط الاتنين دول، بعد كده ترص بقى زي ما أنت عايز ترص بقية اللعيبة، بس الاتنين دول عشان حطموا كل الأرقام القياسية دول. ما يكونش في مين أحسن مين، أحسن من مين دي بناء على وجهة نظرك أنت، لكن مش حقيقة. يعني ميسي أحسن من كريستيانو دي الحقيقة، لا مش حقيقة. كريستيانو أحسن من ميسي دي الحقيقة، لا مش حقيقة. كل واحد بيشوف الموضوع من وجهة نظره، لكن ده أحسن من ده في حاجة وده أحسن من ده في حاجة، فأنت بقى من وجهة نظرك أنت بتشوف مين أحسن. بس دلوقتي في الوقت الحالي يعني حالا كريستيانو عامل شغل عالي جدا أكتر من ميسي، ودي حقيقة. كده